بسم الله، الله اكبر. عارفه الكيس ده انت بتجيبيه بكام من السوبر ماركت؟ عارفه ان انت كمان تقدري تخزنيه زي بالشكل دوت وانك تعملي كميه الاستريبس دي كلها 2 كيلو من البانيه بس. بصي كده لما تفتحي الكيس، اللهم بارك الكميه. نفتح الكيس، القشره ولا واقعه ولا اي حاجه. هتجيبيها شمال، هتجيبيها يمين. تعالي بقى لما تقليها تاني مره وتطلعي تلاقي اللحم. بصوا اللحم بتاعها من جوه عامل ازاي. طلعته تاني مره ورحت قليه دي بعد تاني مره قليه. نسيتي ان المدارس على الابواب؟ يلا نروح نعمل الكميه دي كلها. صلي على الحبيب، حطي لايك ونقول بسم الله. اول حاجه هجيبها معايا 2 كيلو من صدور الفراخ اللي الراجل قطعها لي ستريب. انت ممكن تجيبيها صحيحه وتقطعيها عادي. نقول بسم الله. بعد كده هجيب عندي طبق هنزل بيه بكميه حلوه من الميه، عصير ليمونه كامله، احط القشر بتاعها. بعد كده عندي معلقتين من الدقيق، معلقه كبيره من الملح، معلقه كبيره من السكر. هنا هاخد معلقتين كبار من الطحينه. عندي كمان ورق لوري. هقلب الكلام ده كله كويس جدا. السكر هنا عندي عشان يطري معايا اللحم بتاع الفراخ. انزل بالصدور بتاعتي كلها في المحلول ده. المحلول دوت بيساعدني على ان انا اتخلص من كل الزفاره اللي في الفراخ. لازم يقعد يتنقع مش اقل من 10 او ربع ساعه. بعد كده هجيب الطبق التاني هنزل فيه بميه متلجه، ملح، سكر، جنزبيل، توم باودر، بصل باودر، فلفل اسود، احط بابريكا ودي مهمه جدا، وهحط كركم مكعب من مرقه الدجاج. هقلب الكلام ده كله كويس جدا. هنا بعد ما شطفتها كويس جدا من محلول النقع هنزل بيها في المحلول التاني. ممكن نسيبها من ساعه ل10 ساعات، ممكن نسيبها ليله كامله في التلاجة، وهو دوت الافضل. اول خطوه ودي الاهم، حطيت الزيت ورايا على النار يسخن. اللي انا هعمله ده ما ينفعش يقعد بعد ما بقدره كده. بعد ما اعمله هجيب الستريبس اللي انا صفيته خلاص وهبدا انزل بيه الاول في الدقيق. هنا كده اروح نازله بيه في المحلول. انا ما دلقتوش، اللي صفيت منه الفراخ انا ما دلقتوش. هروح نازله بيه هنا، اروح مطلعاه تاني على الدقيق. تمام كده. هبدا بقى ايه، امسك الستريبسات بتاعتي اعملها كده اهو، واروح عاملاها كده اهو، اروح عامله كده اهو. بصوا اهي عايزاها تطلع مكرمشه بالشكل ده. شايفينها؟ تاخد القلع وجاج. هجيب بقى الستريبس بتاعي وانزل فيه بزيت حامي. بصوا انتوا شايفين اهو الشكل ده. تعالي بقى اوريكي تعملي ايه. بصوا هنا كده هو بيتقلي، ما ينفعش اقرب منه ولا اقلبه نهائي غير لما الاقيه نشف. يعني لازم بصي الاقيه نشف كده ابدا ان انا امسكه، لكن غير كده الكفر بتاعه هيفك مني. اهم لما تيجي تطلعي الستريبس او اي حاجه عايزه تحافظي على القرمشه بتاعتها، تروحي مطلعاها على حاجه تكون ماسكه بالشكل ده، مش على ورق مناديل. بصوا انا بقى هطلعه في المرحله دي كده اللي هو نص سوا، بس ما خدش اللون الذهبي الغامق، فانا هطلعه دلوقتي. بعد ما قليته بقى بالشكل دوت وبرد، ابدا اجيب الاكياس بتاعتي اهي، وابدا ان انا احط على قد القطع اللي انا عايزاها واحطه في الفريزر. بس هنا بقى الاهم، طول ما هو كده لسه مقلي القشره مش هتفك، لكن لو طلعته وسبته القشره بتاعته هتفك. هطلعه من التجميد، طلعه على القليه على طول.